ملي غتشد التمر وغندير فيه النافع، فيه واحد الخاصيات يساعد على الهضم، تيطرد ليا الغازات بالالياف اللي كاينين في التمر. فهاد الخليط هذا مزيان الناس اللي تيكون عندهم مشاكل هضميه ولا عسر في الهضم ولا انتفاخ من وراء الفطور. غنبدا بالتميره فيها شي شويه ديال النافع مع كويس ديال الماء. يا سلام. الرياضيين، درتي الرياضه، ضربتي شي جريه قبل الفطور، درتي شويه ديال الحركه، تمر مع شويه الجنجلان شنو فيه الكالسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه احماض دهنيه اساسيه. هاد البينوم ولا الثنائي الخطير غيعطيني صحه جيده خصوصا ديال العظام والطاقه. نحس براسي مزيان. فينكم يا صحاب التستوستيرون لي سبورتيف، الناس ديال الميسكولاسيون، ما خصوش يخطاك زريعه ديال القرعه. الزريعه ديال القرعه مصدر جيد للزنك، والزنك كنعرفوه مهم بزاف في انتاج هرمون الذكوره التستوستيرون. فيه المغنيسيوم وفيه بروتينات جيده. الناس اللي عندهم مشاكل في البروستات حتى هو مزيان ليهم. تميرات فيهم شويه ديال الزريعه ديال القرعه، تفرق بهم الصيام مع امها. يا سلام. زريعه الكتان فيه احماض دهنيه اساسيه، فيه لوميغا 3. فزريعه الكتان مع التمر مزيانه الناس اللي عندهم امراض ديال القلب، مزيانه الناس اللي عندهم كوليسترول، فيها الياف اللي غتغذي ليا البكتيريا النافعه ديالي. تقدر تزيد حتى الحلبه بالنسبه للنساء المرضعات، تيعاونك انك يولي عندك الحليب مزيان. تمر مع حبوب صحيه ومغذيه، بلاصه ما ندير الكراميل والسكريات والتخربيق. بسيطه. بارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابك واكي عوض.